السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بجد. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الناعم ابو سكر. بصوا، كيلو الدقيق بيبقى ليه نص كيلو سمنة، نص كيلو الدقيق ربع كيلو سمنة، او لو مثلا انت ما عندكيش حاجه تعايري بيها يعني ده كيلو دقيق ما عندكيش حاجه تحطيها نص كيلو سمنه، فبصوا انا عايره بالمج. ده طلع كيلو دقيق، ده طلع 7 كوبايات او 7 مج، 7 مجات دقيق. هحط لهم 3 مجات ونص سمنه. لازم ايه؟ النص بالنص، كيلو دقيق يبقى نص كيلو سمنه. هتحطي بالمج، هتحطي مثلا 7 كوبايات يبقى 3 كوبايات ونص دقيق. هتحطي 5 يبقى 2 كوبايتين ونص. هتحطي 6 يبقى 3 كوبايات سمنة. اهو بصوا، بقولكم بنفس المج ده هعاير بيه ايه؟ السمنة. اهو جايبة السمنة، حتى عندي نص كوباية هنا مية حاطة فيها معلقة السكر والخميرة والسمسم، وهحط ذرة ملح. بس الاول هنعاير ايه؟ السمنة، وهروح اقدحها على البوتاجاز. السمنة مش جامدة معايا. اهو بصوا، لو انت عايزة تقدح لو انت عايزة تقدح السمنة وبعد كده كده دي كوبايتين، وادي التالتة، وهحط نص كوباية اهي. هقدحهم وهعمل يعني الكحك يعني على الطريقة السخنة، رغم ان كل دقيق يعني لو عملته على طريقة برد لانه مش هيقعد كتير. يعني انا عاملة حاجات قليلة بس هعمل سخن. هنا حطيت السمسم، هحط ذرة ملح، وهحط اهو بصوا ذرة ملح، وهحط ريحة كحك. بس ما تزوديش في ريحة الكحك عشان ما يبقاش يعني الحاجة لما تزيد قوي. يعني هي معلقة صغننة، معلقة شاي كده صغيرة بس، كويس قوي علشان ده كيلو، يعني مش حاجات كتيرة، مش كمية كبيرة يعني. بس اديني قلبت. بصوا، انا السمن اتقدح وحطيته عليه، وطبعا لما سخن جدا اما بسيته بالمعلقة الخشب. بس الحتة ديت زي بعض ما اتصورتش. هنا حطيت الخميرة، نص كوباية مية فيها معلقة صغيرة برضو خميرة، وكمان معلقة سكر صغيرة. بصوا، انا بحبش احط بيكنج باودر ولا بحب احط. دي نص كوباية لبن. طيب، لو عامة لو انتي لسه مبتدئة في الكحك، ممكن بصوا. مم. شايفين العجينة حلوة ازاي؟ بس عامة انتي لو لسه مبتدئة في الكحك، بصي، اعملي 1 أو 2 وشوفيهم. لو ناعمين منك زودي مية او لبن، هتخليه يمسك نفسه اكتر. بصوا، انا ما عنديش اللي هي اسمها ايه، البصومة بتاعت الكحك. فبقى ايه البديل ليها؟ هتجيبي سكينة وهتعملي كده.
بس ما تدوسيش بالسكينة قوي علشان خاطر ما تتفتحش منك الكحكاية اهو شايفين. رقت عين كده انا عملت ايه الشكل بتاع الكحكاية اهو. لو انت عندك البصامة خلاص يلا بالبصامة على طول واعملي. طبعا ننضف الجزاز بتاع السفرة والعيال بيعملوا معايا اهو بصي كان عندي دي تحت العجين عملتها برضو خلاص مش هشكلها هي كفاية ديتي مشكلة على شكل وردة او نجوم اهو شايفين. وممكن بكوباية لو انت عايزة الكحكاية اكبر من كده. دي على شكل فراشة دي بقى حبيتها خالص وكملت بيها. هما كانوا عندي الاتنين دول من السنة اللي فاتت انا ما اشتريتش فهم دول اللي كانوا باقيين عندي من السنة اللي فاتت. عجبتني شكل الوردة دي خالص فبدأت اعمل بيها يعني اه شوية اعملهم بالقطاعة وشوية اعملهم بالكحاكة ديتي وشوية اعملهم بالسكينة وخلاص يعني هما كيلو دقيق ما مش كتير يعني اهو زي ما انتوا شايفين شوية اعمل كده وشوية اعمل كده لحد ما خلصنا الكمية واغلبيتهم عملوهم العيال يعني هم عملوهم انا طيبتهم وطيبت على الفرن الكهرباء ما يعني لما كيلو صغير مش مستاهل يعني الفرن الكبير الفرن الكهرباء بتحط صينية من تحت وصينية من فوق وتحمر من فوق انزلها تحت واطلع من تحت ديت صينية من تحت فوق لحد ما يتحمروا. بس كمان انا بحب التحمير بتاعهم شوية يكون محمر مش بحبه ابيض يعني. وانت بقى على حسب تسويته انت بتحبيها سوي او طيبيه. بس بصوا بقى دي انا بعد ما خلصت اهم دول الكيلو عملتهم اهم هرصهم في علبة بلاستيك وهقفلهم وهقفل عليهم بالغطا بتاع العلبة يعني. زي ما قلتلك لو انت عايزة شايفين شكل النجمة حلو ازاي وده الشكل شايفين بصوا ناعم جدا. بس هرصهم في العلبة هغطيها كويس. ممكن تحط كمان كيس تلاجة فوقيها وبعد كده الغطا. بس زي ما بقولك انا الكمية مش كبيرة يعني دي الحلة العلبة البلاستيك الصغيرة بننضف طبعا والدنيا والشقق كلها مقلوبة اليومين دول موت عشان النظافة بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى الجميع يا رب العالمين. بوريكم الشكل اللي عملناه بالسكينة ودي شكل النجم شايفين ناعم خالص
يعني ماسكاها ومش عشان ما تتكسرش مني. دول بقى علبة بلاستيك صغيرة كده، حطيت فيها شوية، واحط لهم السكر بتاعهم علشان خاطر بعد الفطار. انا عملتهم يعني ايه، كان الظهر اذن، يعني كنا صلينا الظهر ورحت عملتهم، وقلت ايه يعني قبل ما ابدا في الفطار ومش عارفه ايه اعملهم وابقى خلصت من همهم. كله كيلو يعني مش مستاهل. بس فعملت العلبه ديت وحطيت لها السكر، وقلت عشان خاطر العيال بعد الفطار ايه كده يعوزوا يدوقوه، بس حطيت لهم دلوماتي كده، وقلت الباقيين بقى بالطلب. كل سنة وانتم طيبين طبعا. والعيد والسنة دي الحاجة غالية، البيض غالي، السمن غالي، كل حاجة غالية، اللبن غالي. فيعني اللي بيعمل اي حاجة حتى لو قليلة يبقى كتر خيره يعني نعمل. بس احنا بنعمل عشان العيال الصغيرة تفرح، وعادة في البيت بنعملها فخلاص صغير. انا ما عملتش بسكوت السنة دي، انا عملت شوية كحك وجراجيش. شايفين الكحك الناعم دايب ازاي؟ يعني دي واحدة كسرت لكم كله عشان تشوفوا انه هو ناعم جدا. وادي تطيبه من ورا ومن قدام، تطيبه كويس. الفرن الكهرباء حلو خالص وتطيب الحاجات دياتي، ومش بياخد وقت وسريع، وخصوصا لما تبقى كمية قليلة. يعني انت مش محتاجة تحط يعني كذا صينية، هي صينية من فوق وصينية من تحت، وهو بيطيب بسرعة وخلاص. يا رب تكون الطريقة سهلة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بصوا اهو، انا عملت العلبة دي زي ما قلت لكم بعد الفطار كده. ولادي ما بين العشاء بعد صلاة العشاء والتراويح بيجي ياكلوا منها. وادي كمية الكيلو اللي طلعت. بس والحمد لله يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في التعليق وفي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.